Welcome to صباح الخير في جزيرة بالي اندونيسيا. احنا دلوقتي الساعة 9 الصبح، وصلنا الجزيرة امبارح الساعة 12 بالليل. خرجنا من الجوازات الساعة 3 الفجر. هنتكلم في الموضوع ده بعدين شوية. بنحول عملة، هنفطر. صباح الخير. معانا دلوقتي فطار. دلوقتي ده ايه بقى؟ بانكيكس عليها شوفان وعسل، معاها موز وفراولة ودراجون فروت زي ما انتم شايفين، واومليت عادي، سبانيش اومليت. تعالوا نجرب. ده مش شوفان او شوفان، مش عارف. في صوص غريب اللي هو العسل ده، مش عسل يعني، هو حاجة الصوص بتاعهم، بس انا مش عارف ايه هو. هبقى اسأل حد لوكال واقول له. احنا لسه واصلين وجود دلوقتي على بعد ساعة 10 دقايق من تشانجو بالسكوتر. الطريق حلو، الطريق حلو قوي بجد. انت لو مش خبير قوي سكوتر ما تخافش، انا يا دوب يعني على قدي خالص، ومع ذلك يعني الطريق كان كويس، ما فيش مشكلة خالص. يعني انا هفرجكم على الفيو بتاع الهوستل بتاعي. بصوا ده فيو الريسبشن بتاع الهوستل. انت قاعد في وسط الغابة حرفيا، يعني مفيش حاجة تانية تلاقيها، فجميلة قوي. هنطلع دلوقتي بقى ناخد رحلتنا في وجود، علشان خاطر احنا عندنا يوم واحد بس هنا. احنا وصلنا دلوقتي توكات سيبونج ووتر فول. التيكت بتاعته ب30,000 روبية. الطريق من أبود لحد هنا بالسكوتر خد مننا تقريبا ساعة، يعني قول نص ساعة. فتبقى بس عامل حسابك ان الطريق هيطول معاك، خصوصا ان انت لسه جاي قبلها ساعة من شانجو، فلازم تبقى شديد يعني. بس الطريق حلو يعني بصراحة، ما زعلنيش خالص، كان لطيف قوي. أوف. معلومة برضو، انت جاي الشلال، لو ركبك ضعيفة بلاش. السلالم بتاعته كل سلمة مثلا 30-40 سنتي، ممكن أطول، فالنزول فيه صعب شوية، وقت الطلوع طبعا يبقى برضه صعب، فتبقى عامل حسابك يعني لو مش قدها. هو المشوار كده كده أصلا بعيد لوحده، بس لو أنت مغامر وأنت مغامر تعالى. أنا لسه مخلصين الشلال وراجع منه. هو الشلال جوه خالص، يعني انت بتاخد له تريك حبه ماشي حلوين. كتير ما كنت بقول لكم السلالم، هي المشكله مش في السلالم خالص او اصحاب القلوب الضعيفه، لا المشكله في التريك. الماشي جوه الميه، ميه الشلال قويه قوي، التيار بيخبطك جامد، والارض صخريه، فلازم تلبس يا اما صندل حلو، يا اما حاجه جزمه بحر او حاجه، بس يعني لازم حاجه تبقى قويه عشان خاطر رجلك. حاول تمشي ورا التريك، وهتلاقي في سلالم، امشي السلالم وامشي من حته ضيقه، عشان خاطر انا مشيت من حته ما شفتش السلالم، مشيت وسط الميه، التيار خبطني، رجلي اتفتحت وخبطت جامد يعني، وكل اللي اتبليت يعني، كل حاجتي كده كده كنت ناوي اتبلي يعني، بس مش شنطتي. ف الفيو ورث الوقعه وورث الخبطه بصراحه، تحفه. ده بقى الشلال من فوق. انا مش هقطع الصوت عشان خاطر صوته يبان قد ايه هو قوي.
ده الشلال من فوق اللي احنا كنا مصورينه. ما شاء الله، سبحان الله بجد. ووصلنا حقول الرز اخيرا بعد ساعة ل10 دقايق بالسكوتر من الشلال. انا ما انصحش بصراحة ان حد ياخدها الا لو هيبقى واخد باله قوي وهو رايح بالسكوتر، علشان خاطر لو وقعت وقعة وحشة قوي. طريق بجد صعب صعب جدا. وقعت في نصه ورجلي اتفتحت وورمة وبعرج يعني، بس الحياة ماشية الحمد لله. كله ورث الفيو اللي هتشوفوه حلو. دخول الحقول هنا ب50,000 روبية، وبيدوك ازازة المية دي هدية مع الدخول. برضو الموضوع فيه شايفين فيه ستبس كتير، بس ما اظنش دي هتبقى حاجة صعبة يعني قوي. عندهم هنا الواك كوفي. ايه الواك كوفي دي؟ دي عبارة عن قهوة. آه، بيجيبوا القهوة يخلوا اللي هو الحيوان ده او اللي هو زي قرد او الواك ده ياكلها، تمام. بعد كده بيخرج البراز، فهو ما بيعرفش يهضمها، فاللي بيخرج منه بقى هي دي القهوة اللي انت بتاكلها اللي بتشربها. ف طبعا حاجة جميلة جدا يعني. احنا مش هنجربها. ناس كتير جربتها، ممكن تتفرجوا عليهم عادي، بس انا مش هجربها يعني بصراحة. دلوقتي بقى مع تجربة العصير. الناس اللي اتفرجت على فيديو لانكاوي البرتقال ماشي. يعني انا جربته بصراحة، هدوق معاكم تاني، هديله فرصة تانية، بس بصراحة هو وحش يعني وحش. هو عموما باين اصلا من المحلات والاجواء والماركتس هنا ان هي مش مهتمين بحته العصاير دي او مش مركزين فيها يعني. وحقيقه فعلا العصاير بتاعتهم مش احسن حاجه برضه، مش اول حاجه نجربها ومش احسن حاجه. وما تلاقيش اصلا حتى المحلات العاديه مش عندهم عصاير دايما. في لانكاوي كنت تلاقي كتير، في ماليزيا. ف يعني احنا في وجود بنجرب العصير، يمكن في حته تانيه يبقى احسن، هنشوف. يعني كل ما دي هنروحها انا هشرب فيها عصير واجرب فيها ونقرر. صباح الخير من تاني يوم في أبود. احنا مش هنقضي يوم في أبود، بس هنعدي الأول على أبود تمبل. برضو عشان تبقوا عارفين اندونيسيا هي دولة مسلمة، ولكن يعني بالي نفسها مش مسلمة قوي يعني. فيها هتلاقي معابد كتير، مش هتلاقي اصلا الاغلبية بتاعتهم مش مسلمين. فهنتفرج على معابد بالي. ده اول واحد هنزوره، مش اخر واحد. احنا دلوقتي في أبود ماركت. آه، هو يعني من جوه لطيف، مليان قوي حاجات. ما اظنش هشتري حاجه من هنا قوي بصراحه. شنطتي يعني انا واخد شنطه صغيره قوي في اللفه اللي انا بلفها دلوقتي، فما فيش مكان احط فيه اي حاجه. وفي نفس الوقت المفروض ان شانجو هتبقى ارخص وهيبقى فيها فرايتي اكتر. فهنكتشف بقى هل هيطلع معايا حق ولا هيضحك عليا. بس سو فار. عندهم بقى الشنط بتاعت بالي دي مشهورة قوي، اللي هي الشنط دي معروفة قوي من بالي. طبعا آلهتهم كتير. مش عارف الفرق بينهم بصراحة. حاجات خشب، بيعملوا حاجات كتير قوي هنا بالخشب. بس احنا دلوقتي قدام انجونج بينيلوك كان اللي هو موتور يونسكو جلوبال جيو بارك. بصوا كده على الفيو، شكلها عامل ازاي، رهيبة. يعني اللي انا توقعي انا مش متأكد لسه، هنشوف بقى واحنا ماشيين، بس اظن
ماونت باتور يا اما هو اللي هناك ده اللي احنا هنطلعه، يا اما هناك. ودي البحيره بتاعت زي بحيره كده بركانيه. ثانك يو سو ماتش. دي بحيره زي بركانيه كده، بتعرض فيها يعني حمم بركانيه بتسخنها. فهنشوف بقى، المفروض احنا الهوستل بتاعنا تحت يعني، او حاجه في الرينج اللي هناك ده. بصوا يا جماعه الفيو اهو. هنا بقى فعلا التفاصيل بتاعت ماونت باتور، الحمم البركانية هنا. آه، عندهم كمان الحيوانات بقى اللي موجودة، البايودايفرستي. ووصلنا كنتماني. احنا دلوقتي على سفح زي ما قلت لكم لما كنا باصين من فوق. احنا فعلا يعني اللي هو الهوستل بتاعنا على سفح البحيرة. الدنيا بتمطر مطرة خفيفة هنا في بالي. يعني نقدر نوصفها، لو هنوصفها كده بعيدا بقى عن الفيديوهات والحاجات اللي الناس بتنزلها، خلينا صراحة يعني. هي تقدر تقول ان هي شبه مثلا القرى. يعني مثلا نقدر نقول كانك حرفيا جبت مثلا الشرقيه او منوفيه، مع كل حبنا يعني طبعا، او حتى اقل كمان يعني. لا يعني هي اصلا تحسوا ان هي دايما هي ما فيهاش مباني. يعني انا لحد دلوقتي ما شفتش خالص اي مبنى دورين. كل حاجه دورين بالكتير قوي، اللي هو ما فيش حاجه اعلى من كده. هي دور ارضي ودور اول، او دور ارضي بس وخلاص. كل حاجه في كل حته، واحنا ماشيين حتى بالبايك في اي حته نفس الكلام. فكلها زرع فلاحين فعلا. بس هي فكره ان هي جزيره وعلى البحر، فدي حلاوتها. وفيها تنوع زي ما احنا شايفين مثلا غابات، لان انت يبقى عندك جبل للبحر لحاجات مختلفه كتير. فدي بصراحه احلى حاجه فيها يعني. يلا بينا نجرب السمك هنا في كنتماني. احنا وصلنا المطعم قدام البحيرة. احلى فيو ممكن تشوفه في حياتك. والمطعم رخيص رخيص فعلا، يعني زي بالظبط الاكل اللي بناكله في اي حتة تانية في بالي. يمكن كمان ارخص من اماكن كتير. هناكل دلوقتي سمك. السمكة هم سمكة مقلية بصوص، قالوا لي الصوص بتاعهم صوص اصفر، ما فيش ملوش اسم يعني، صوص بتاع كنتماني. و بطاطس. وطبعا دي اهم حاجه علشان خاطر هنا الدبان كتير جدا، فلازم يبعدوه. وبص بقى الفيو اللي انت بتاكل قدامه، يعني مش محتاجه اقول لك. كل ده بكام؟ السمك، طبق السمك ده بالرز والكلام ده كله ب55,000. البطاطس ب25,000. للتوثيق السمك حلو قوي. السمك حلو قوي بجد. والصوص حلو، انا معرفش ايه هو، بس هو مديه فليفر حلو. البهارات بتاعته حلوه. البطاطس لذيذه طبعا، يعني بطاطس عاديه. يعني بجد اريكومند. ريفيو 100/10. الاكل 10/10. الناس والتعامل لطاف جدا ولذاذ جدا 10/10. والسعر كمان 10/10. مفيش حاجه فوق كده بصراحه. احنا وصلنا دلوقتي ماونت باتور، على القمه. ده تاني اعلى قمه في بالي بعد فولكانو. هناك الفيو على الشروق. ومعانا بقى طبعا we have our friends here. Hi, I'm Leonie. Hi, how are you? Hi, Magda, half Egyptian. Yeah, half Egyptian, half Swedish. Yeah, we have full Egyptian, full German, half Egyptian, half Swedish, and our guide. Guide, can you enjoy for me? القرود سرقت البسكوت. احنا جايبين البسكوت من مصر، القرود سرقوه. شكرا. وكمان كنت جايب شوكولاته، واحد فيهم خد الكيس وجري. فخلوا بالكم يا جماعه من حاجاتكم هنا. شكرا. Is the name Mount Durba. Okay. It's the highest, 4,000. It's really big. Mm. The mountain, the highest, yeah. But it's already 26 eruption time. Okay. It's now still 1,700. Mm. Now it's still active every day, Mm. but is
big eruption 2 times in 1963 and 1926. And January 2026. Yes. Yeah. The last That's the most important one. 2000 not from here. We have Yeah. some new crater Mm. there. Okay. Okay. It's also good Yeah. for boil egg here, egg, banana, or some water. Yeah. Only 25 minutes. Good for eat because so really warm. Oh. احنا خلصنا الهايك بقى كانت عبارة عن طبعا عشان تبقوا عارفين برضو 1700 متر تقريبا طلوع. خدناها 4 كيلو طالع 4 كيلو نازل 8 كيلو توتال. بتبدأ من الساعة 3 الفجر تتحرك على هناك وبتخلص على الساعة 8 الصبح بتبقى تقريبا تحت، ممكن 9 على حسب سرعتك طبعا. بالنسبة للتذاكر هناك انت بتدفع 100,000 وانت داخل، 100,000 روبية، وبعد كده ده الشخص الواحد. وبعد كده لما بتيجي تطلع بيقول لك بقى ان انت محتاج جايد. لو انت جبت جايد من هوستل او من اي مكان في زي يعني مثلا اي حاجه بتاع اكتيفيتيز هيبقى غالبا غالي. الاحسن ان انت تجيب جايد لما تروح هناك وانت في المكان نفسه، بيبقى في جايدز اوريدي موجوده، بتاخد مثلا منك 200,000 للواحد. لو انتوا جروب ممكن تتفقوا على سعر اقل، بس هم فعلا الفصال بتاعهم صعب قوي وبيتخانقوا. فانا جيت لك دلوقتي بالحل ان انا هحط لك الانستجرام بتاع الجايد اللي كان معانا، بحيث لو عايزين تطلعوا معاه. هو شخص لطيف جدا ولذيذ متعاون وهيصوركم صور حلوه قوي فوق، كل صوره متصوره هناك معاه، فهيساعدكم كتير ومش ياخد كتير. يعني انت ممكن تدفع معاه على 200,000 الجروب او رقم يعني اللي يناسبك ويناسبه. ودلوقتي وصلنا الفطار. احنا في احلى مطعم ممكن تفطر فيه في بالي وفي الدنيا. جايبين ده اسمه كاروت سان رايز تقريبا، عباره عن جزر مع برتقال مع جينجر مع حاجات كتير. وهنتفرج بقى على فيو المطعم، وحلاوه المطعم في الفيو بتاعه. بص كده. انت قاعد بتتفرج على احلى فيو وانت بتاكل احلى اكل، يعني بجد يا جماعه تحفه. دلوقتي معانا الغداء او الفطار. هو اسمه بوبور سنتيماني. يعني هو عباره عن رز على بيض على فراخ على حاجات كتير قوي مع بعض، على شويه صوصز وزي اسمها ايه نسيت، مش مهم. فالمهم ان هو يعني طعمه حلو قوي بصراحه، بس سبايسي جدا جدا. يعني انا كنت طلبت ان هو ما يبقاش سبايسي، بس هو ستيل جابوه سبايسي برضه. اوكي يعني ماشي.